النرويج أمام البرازيل. مباراة برشا ناس توقعوا أنها باش تكون سهلة ومحسومة للبرازيل، لكن أظن أنها ستكون معركة في الميدان. النرويج التي توقعت أنها ستكون الحصان الأسود للبطولة. النرويج فريق منظم على أقصى الحدود، قوي بدنيا ولديه هجوم فتاك بقيادة الوحش إيرلينغ هالاند سولوث، ووراءهم مارتن أوديغارد والعديد من اللاعبين المهاريين. وأمام البرازيل كما نقولوا عنا أبرز نجم في البرازيل فينيسيوس، عنده 5 مساهمات في 4 مباريات. نظن أنها مباراة باش تكون صعبة على البرازيل، لكن أظن أن البرازيل ستمر بشق الأنفس. وبالمناسبة إذا كنت تشاهد فيديوهاتي وأنت لم تشترك، ساعدنا باللايك والاشتراك وتشجيعنا في الكومنتس لنواصل فيديوهات جديدة طوال كأس العالم. نمر إلى المباراة الرابعة، إنجلترا ضد المكسيك. مباراة باش تكون صعبة جدا على الأسود الثلاثة، المنتخب الإنجليزي أمام المكسيك اللي يتسلح بعامل الأرض والجمهور، اللي صنعوا أجواء استثنائية طوال المونديال حتى الدور هذا، ومن ناحية الانضباط التكتيكي والروح القتالية الدفاعية. حتى إنجلترا اللي رغم أنها لا تقدم أفضل نسخة لها مقارنة بنسخة 2022، ولكن تتميز بجودة الأفراد وسكواد محترم. صحيح العديد من النجوم مثل ترينت ألكسندر أرنولد وبالمر والعديد من النجوم لم يتم استدعائهم، وهي نقطة استفهام كبيرة على توخيل، لكن أظن أن المنتخب الإنجليزي سيواجه صعوبة لكن سيتأهل إلى دور الربع النهائي. نمر إلى المباراة الخامسة، كولومبيا ضد سويسرا. سويسرا من أكثر المنتخبات المنظمة دفاعيا وتكتيكيا في المونديال، ويصعب جدا اختراقها، وإذا استغلت المساحات بشكل صحيح فقد تصنع الفارق بلا أدنى شك أمام كولومبيا الويستيوس. أنا أظنها ستكون مباراة صعبة، لكن كولومبيا أدت أداء قوي جدا وتصدرت مجموعتها أمام البرتغال وقدمت أداء يرفع له القبعة. أظن أنها ستمر إلى دور ربع النهائي مما لا شك فيه.